في كل بيت من بيوتنا حين تشتد الخلافات وتتصاعد الأصوات بشكل كبير كنا دايما بنجد الكبير الحكيم ذاك الذي يصغي جيدا وينصح بعدل وبيتكلم بكلمة بتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. لكن من مدة في غياب هذا الكبير عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا أصبحنا بنرى الطلاق للأسف الشديد بيزداد، الاستقرار بيضعف بشكل كبير، المشكلات بتحل بالعناد لا بالحكمة كما علمنا الكبار أو الحكماء. هل يمكن أن نستعيد صوت هذا الكبير مرة أخرى في حياتنا؟ هل ما زال للأب أو الأم أو الجد أو الخال أيا كان من هو الكبير ذاك الذي له دور مهم في حياتنا؟ هل من الممكن أن يكون أو يعود مرة أخرى للدور المهم ده في عصرنا الحالي؟ ده اللي هنناقشه مع ضيفي العزيز اللي بيشرفني عبر الهاتف، الدكتور محمود القلعاوي، الاستشاري الأسري والتربوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومدير مؤسسة بسمة للسعادة الزوجية. دكتور محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح المسك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ سامر، وصباح المسك على حضرتك وعلى السادة المشاهدين إن شاء الله. الله يكرمك يا دكتور، نورتنا، ربنا يبارك فيك. دكتور، من هو الكبير الذي نتحدث عنه داخل الأسرة الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يومنا يوما سعيدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونصرة لإخواننا في غزة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. خلينا نقول أن الكبير هو الكبير. الكبير الأصل أنه هو الولي الأمر، هو الأب. في غياب الأب هو الأخ الكبير، هو العم، هو الخال، هو الجد. يعني ده في الترتيب الطبيعي في حال ان الناس في حالة ترابط وتماسك وغير ذلك. احنا كنا زمان بنعيش في البيوت، البيت الاب والام او الجد والجده عايشين في الدور مش عارف ايه الاولاني، وفوق مش عارف ابنهم الفلاني، فتلاقي العيله تشكيلتها واضحه المعالم، والكبير واضح انه موجود هو الاب الجد الجده. حتى ان الاب وهو الأب ما يقول لك لا ناخد رأي جدك في الموضوع ده، لأنه كان في حالة ترابط وتماسك، والناس في حالة اقتراب من بعضها البعض. هذا هو الأصل. لكن تبقى الإشكالية هذا الانفصام عن الناس، وهذا التقاطع، وهذا نتيجة كثير من المفاهيم تغيرت، طبعا نتيجة تطور الأحداث ونتيجة السوشيال ونتيجة. لكن قد يكون الكبير ليس كبير السن في بعض الحالات. يعني احنا قلنا الأصل أن الكبير هو الأب، صحيح، لكن قد يكون الأخ الأصغر هو الأعقل وهو الأكثر رزانة وهو. ولو نتذكر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، رغم أنه في حالات كان صغير السن قبل بعثته، إلا أنه لرجاحة عقله ورجاحة فكره كان يقدم في المجالس، وكان يرضى به حكما، وكان الناس تضع عنده الأمانات ويلقبوه بالصادق الأمين، مش لأنه كبير في السن، ولكن كان كبير النفس كبير الهمة. حتى والقصة المشهورة اللي هو ساعة إعادة بناء الكعبة، وطب مين اللي يضع، من ينال شرف يعني وضع الحجر الأسود مكانها، قالوا طب خلاص نرتضي. القصة المشهورة يعني. نعم. نرتضي أول واحد يدخل حكما، فكان قدر الله أن يكون الحكم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالجميع هلل مسرورا وقال ارتضيناه حكما، يعني عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن يكون الكبير هو كما هو الترتيب المعروف، ولكن الأب ثم في غيابه يكون الأخ الأكبر لرجاحته، ومفروض أكثر خبرة وأكثر اتزانا وأكثر عقلا. لكن في بعض الحالات نخرج عن هذه القاعدة بأن يكون الأصغر ربما يكون الكبير، لأنه أكبر عقلا، أكبر تعليما، أكبر خبرة، أكبر فهما للأمور وتشريحا للأمور واستنباط للأفكار، فيكون في هذه الحالة الكبير هو الصغير السني. نعم. طيب دكتور، وجود هذا الكبير في الأسر لا شك أنه هو كان حل لخلافات كبيرة وعظيمة داخل البيوت. إزاي كان بيعمل إيه؟ يعني كان إيه دوره؟ كان بيحاول يقرب المسافات إزاي؟ كان بيحاول يتدخل في مثل هذه الأمور فيكون له يد في حل هذه الخلافات؟ يعني لو تشرح لنا هذا الموقف أو تذكر لنا موقف حضرتك حضرته أو شفت حد فعلا تدخل بهذا الشكل.
والله هو يعني غياب الكبير اصلا مشكله. يعني مثلا لما واحد يتقدم انه يتجوز واحده مثلا، فيقول لك لا يا عم ما تتجوزش دي ليه يا عم، اصل والدها مش موجود وملهاش كبير. ايه كلمه ملهاش كبير دي يعني؟ لا اصله ملهاش كبير، كلمه ملوش كبير دي يعني ماليش مرجعيه. يعني لو حصل اي مشكله ما اقدرش اقول له، حتى لو قلت له انت غلطان والناس حكمت عليه قال لك انا ماليش دعوه، انا مش مسؤول، فبالتالي ماليش كبير. فالكبير هو حائط الصد عند المشكلات، عند وقوع المشكلات لا قدر الله. والكبير هو العقل الراجح في اخذ القرارات. يعني انا لما يكون مثلا على سبيل المثال والشاب يقبل على الزواج او يقبل على اخذ قرارات مصيريه على سبيل المثال، ففي الحاله دي بيرجع لابيه، طب اعمل ايه؟ فبياخده بيقول له والله اعمل كذا، روح كذا، فسر الحاجه الفلانيه، خد الخطوه الفلانيه، وهكذا يعني. ففكره الكبير في حد ذاتها بيكون مرجعيه لاخذ القرار، مرجعية انه ياخذ قرار صائب في هذا الوقت، انه هو بامتلاك الخبرة والعقل والمنطق بيساعده. ما بيبقاش في مرجعية بالحال، غيابه لا يمثل غياب المرجعية في هذا، وبالتالي قد تتطور المشكلات من عواقب. أنا أتذكر دكتور كان يعني أيام ما كنت لسه قبل زواجي، يعني وكنت لسه شاب صغير، لسه في الجامعة، في أولى جامعة أو حاجة كده. فكان حد حبيبنا، يعني حد من المشايخ المحترمين كان عندنا في اسكندرية، وكان نصحني نصيحة ساعتها، بيقول لي ناوي تتجوز؟ هو أصلا الشيخ ده يعني مأذون كمان في نفس الوقت يعني. فبيقولت له ربنا يسهل، يعني ربنا يكرم وخلص الجامعة بقى ومش عارف إيه. فقال لي نصيحة بقى من أخوك اللي بيتدخل في مشاكل كتيرة وبيحضر جوازات كتيرة وطلقات كتيرة، لما تتجوز أهم حاجة وانت بتختار البيت، اختار البيت يكون له راجل. فأنا استغربت، يعني ايه اختار البيت يكون له راجل؟ ما هو كل البيوت فيها رجالة يعني. قال لا، أنا أقصد يكون له راجل بمعنى الكلمة، يعني يكون له راجل له مرجعية في الآخر، علشان ما يبقاش الموضوع هتبص تلاقي حماتك هي اللي بتدخل في الحوار، أختها بتعمل مش عارف كذا، فمش هتعرف. انت للاسف هم بيتعاملوا بقلبهم مش بيتعاملوا بعقلهم، فانت هتلاقي مشاكل كتيره جدا. ما كانش البيت له راجل هتلاقي الخلافات بتزيد. حلو. ايه رايك في هذا الكلام؟ ده هينقلنا لمعنى اخر الكبير، معنى اوسع للكبير، اللي هو شيخ الحاره، اللي هو الكبير العيله، اللي هو الكبير في المصلحه الحكوميه مثلا. على سبيل في واحد كبير كده بتروح له، بتستلف منه، بتستشيره في مواقفها، بتأتمن على اسرارها. في الحقيقه الكبير مش كبير في البيت بس، الكبير هو صمام الامان للمكان اللي هو موجود فيه. يعني شارع بتلاقي واحد كبير كده مش عارف ايه، قد يكون هذا الرجل الكبير امام المسجد، قد يكون كبير لا يقصد به كبير السن، كبير يرجع يؤتمن على الأسرار، هو الحكم في وسط الناس. ففي الحالة دي الكبير لابد أن يكون موجودا في كل المحيطات اللي احنا موجودين فيها، في كل المحاضن اللي احنا موجودين فيها. في المصالح الحكومية أو في الشغل لازم يبقى في واحد كبير كده، الناس لو اتنين اتخاصموا أو حصل مشادة بين اتنين، في واحد كبير كده بس يا ابني مش عارف ايه بتاع، الناس كلها تسكت. لكن للأسف يعني وهذا مما يحزن في فكرة الكبير في المناطق وفي الخلافات، انه بعض الناس، وده للأسف وده يعني ان شاء الله سيكون قليلا، يعني ان البعض اخذ يتربح من فكرة الكبير ويعمل جلسات في بيته والناس تقعد مش عارف ايه ويقعد مش عارف ايه، فبالتالي على ده على اساس يعني خد فلوس من ده. للاسف ده تشويه لفكره الكبير بقى للاسف. طب ايه اللي اتغير في اسرنا ومجتمعنا يا دكتور لدرجه انه في الاخر غاب دور الكبير ده او ضعف او تاثيره بشكل كبير؟ يعني ايه اللي اتغير؟ طيب يعني اولا هذا التفسر
في العلاقات الاجتماعية. مم. يعني دلوقتي كشخص لو اني قاعد في بيت العيله مثلا، او مثلا مش لازم بيت العيله، يعني موجود ومتواصل مع والدي ومع والدتي ومع اخواتي جميل. ومع اخوي الكبير حتى لو مسافر ومع اختي مش عارف ايه، فبالتالي انا اشعر بان انا انتمي الى كيان. هذا الشعور الذي يجعلني انتمي لكيان، اذا في الكيان في واحد كبير، دي مساله منطقيه. صحيح. الجيران لما تباعدوا عن بعض، لو احنا قاعدين في عماره واحده، عماره بنايه واحده، 5 6 7 شقق، 5 6 7 بيوت، بتلاقي الناس يعني انا افتكر ان انا كنت قاعد في القاهره، فقعدت في احد البنات، قعدت حوالي 3 سنين في المكان، في واحد في شقه معينه ما شفتوش طول المده دي. تخيل 3 سنين ما شفتش، هو بيدخل مش عارف بالليل وبيخرج إيه. اللي عايز اقوله مراحل التفسخ الاجتماعيه مم. اللي المجتمع وصل ليها وعايش فيها الان، اثر تاثيرا كبيرا في فكره الكبير. زائد فكره السوشيال والعالم الازرق اللي هو الفيسبوك، العالم الازرق اللي هو الفيسبوك، وعالم الاخضر اللي هو الواتس، وهذه العوالم والتيك توك، كل ده ادى ان فكره الكبير نفسها تهتز عند الناس. يعني انا دلوقتي اكون لي اخذ كبير العالم، الرجل الصالح، الرجل التقي الذي يحرص على الصلاة، والرجل صاحب العقل، اختاره ليه كبير؟ ما انا شايف اللي هو رجليه فوق وعقله تحت، بياخد مليارات ومشهور وبتاع ده كله. فيعني فكرة الانتقال لفكرة، يعني الانقلاب في موازين النظر، القدوات والرموز والأسوة، ده في حد ذاته كله ده نتيجة يعني خلل في المجتمع. يبقى احنا قلنا التفسخ عشان بس ما نتوهش من بعض، التفسخ المجتمعي، تأثير السوشيال وصناعة رموز زائفة. انت تلاقي دلوقتي بنت ولا ولد مش عارف عامل صفحه على الفيسبوك، ما تعرفش هو بيقول ايه ولا بيقول ايه ولا بيعيد ايه، وليه الاف المشاهدات، واحنا شفنا وارقام وفلوس. فبالتالي انا ابحث عن الكبير صاحب العلم ليه اللي هو مش عارف ايه. خلينا ورا ده، يعني هنفوز وهنعدي وهنكسب فلوس وهنبقى مشهورين، وتخرج المعادله من موازينها الصحيحه الى موازين. جميل جدا. طيب خليني اسال حضرتك، اثر ده ايه يا دكتور في موضوع زياده الطلاق؟ يعني احنا تحدثنا ان بيحصل حالات طلاق زياده دلوقتي الان في بيوتنا. هل لما غاب الكبير فعلا ده كان احد الاسباب الرئيسيه في ازدياد حالات الطلاق في بيوتنا؟ طبعا يعني دي مسألة لا تحتاج إلى كثير تفكير، لأن مم. أنا كزوجة لما أختلف مع زوجي طبيعي إن أنا برجع للكبير بتاعه، فهو بيكون زي ما احنا قلنا كده صمام الأمام للمشكلة. لا يا ابني، لا يا بنتي، ما تخرجيش من بيتك، ده بيتك، اطلع يا ابني أنت فوق بقى، فوق مش عارف إيه. فبحكمته وبرزانته وبفكره بينهي هذه المواقف الصغيرة في غياب الكبير. أولا في غياب الكبير، خلينا في غياب الكبير عند البناء نفسه، عند الاختيار. هو الولد غرقان بعقله وبفكره الصغير، فبالتالي اختياره ليس بيكون لا يكون صائبا. طيب بننتقل لفكرة بعد الاختيار أثناء المشكلات، غياب الكبير أو غياب صمام الأمان، فبالتالي المشكلات الصغيرة تكبر. ما فيش حد الناس بترجع له هو بيحل الموقف، لا بيقول لهم لا، بيحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يريد إصلاح يوفق الله بينهما، لا ده غلط لا ده صح، وبيضغط على الولد عشان ما تخرجش البنت، ده بيتك انت يا بنتي، وسمعنا احنا الكلام ده، ما تخرجيش، اطلع انت بره، روح مش عارف الشرشيه مش عارف فين، ولا بات عندنا فوق، ولا مش عارف فين. اللي عايز اقوله انه فكره الكبير كان دائما صمام امام المشكلات، وبالتالي غياب هذا الكبير يؤدي الى تضخم المشكلات. تضخم المشكلات قد يؤدي الى حالات طلاق طبعا، سواء طلاق ورقي او طلاق صامت ايا كان، يعني الا انه غياب هذا الرجل الكبير العاقل المتزن صاحب الفكره وصاحب الاخلاق وصاحب الدين وصاحب الاراء الرزينه، غيابه قد تضخم المشكلات، وقد يؤدي طبعا الى زياده حالات الطلاق والتداعي. طيب خليني اسال حضرتك برضو، ليه الابناء او يعني اصبحوا الان بشكل او باخر، مش عايز اقول غالبا لكن للاسف بقى في شكل كده معين من رفض التوجيه، وبيظنوا ان رايهم غالبا هو اللي صحيح ولا يناقش، ما بقوش بيسمعوا لكلام الكبير بشكل يعني زي الاول، زي ما اتربينا زمان. هي طبعا دي من سمات، خلينا نجزئها. اولا هي من سمات المراهقه كمرحله من مراحل عمر الانسان. المراهقه والمراهقه تفرض على كل ما هو سلطه، على كل ما هو كبير، على كل ما هو نظام في المجتمع. المدرس لمجرد انه مدرس يبقى يرفض، الاب لمجرد، وهكذا. دي من سمات المراهقه، لكن مفروض يعني الواحد بعد تجاوز المرحله دي بيعود الى رشده والى عقله والى اتزانه. المشكله فعليا، ما احنا لو رجعنا لبدايه الكلام، المشكله فعليا فكره
تقييم فكرة الرمز وتقييم فكرة الكبير. من هو الكبير في عقل هؤلاء الناس؟ الكبير في عقل هؤلاء الناس هو اللي بيطلع يرقص على التيك توك ومش عارف ايه وبيجيب فلوس وبتاع، فبالتالي هو ده الكبير. فبالتالي حتى المصطلحات اللي هم بيقولوها الشباب بيقولها للأسف، لأنه فكرة الكبير نفسها تغيرت. فكرة الكبير وفكرة الرمز نفسه تغيرت. احنا يعني ما قبل كان الكبير معروفا بأنه 1 2 3 4، أما الكبير الآن فقد اهتزت صورته، تشوهت صورته، أعيدت صياغة صورته مع الأجيال الجديدة. فبالتالي طب أنا أسمع له ليه؟ طب أنا بسمع لفلان وعلان وبتاع. مع كثرة نوافذ الفيسبوك الآن، أنا الآن دلوقتي الأول كان آخري القناة الأولى والثانية والراديو، والدنيا كانت صغيرة خالص، وبعد كده اتسعت النافذة فصارت الإنترنت ثم الفيسبوك وثم. فبالتالي النوافذ التي تطرح علي فكرة الكبير وتصنع أمامي فكرة الكبير صارت أكبر من أن تحصر، وده أدى إلى صياغات وتأثر الشباب بما هو في عالم السوشيال وعالم الميديا وعالم الدراما، وأدى كل هذا إلى زعزعة وإعادة صياغة فكرة الكبير للأسف. طيب، مسؤولية الأهل إيه والمدرسة يا دكتور إن هم ممكن يحاولوا يعيدوا أو يرسخوا قيمة احترام الكبير مرة أخرى عند الشباب أو عند الصغار أو عند حتى متوسط الأعمار يعني؟ طبعا المدارس مهما، خلينا نقول، وأنا مش عارف إحنا قلنا الجملة دي قبل كده، مهما اهتزت صورة المدرس عند الطلاب فيبقى له تأثير، ويبقى هو الرمز للطلاب ويبقى له تأثير. المدارس لها تأثيرها في صناعة الرمز من خلال عدة أشياء. أول حاجة من خلال المناهج. المناهج التي توضع لابد أن توضع وتبنى على القيم. القيم، بناء القيم، غرس القيم، زراعة القيم الإيجابية. منها احترام الكبير، وهي قيمة تحتاج أن نرسخها في خلال المناهج، في التربية الإسلامية، في اللغة العربية وغيرها من مناهج. محتاجين نحن نرسخ هذه الفكرة. هذا أولا من خلال المناهج. ثاني حاجة من خلال المدرس نفسه. أنا كمدرس من خلال ممكن أقول وأنا بشرح وأنا مش عارف بقول إيه بتاع، كل الكلام ده أنا يعنيني إن أنا أصنع فكرة قيمة صناعة الكبير وأرسخها. ومش بتكلم على انها تصل ليك كده تدخل من اليمين تخرج من الشمال، لا، ارسخها في عقل ووجدان وفكر وثقافه وقلب وفكر هذا الناشئ الصغير. دي تاني حاجه. يبقى المدرس. ثالث حاجه من خلال جماعات النشاط نفسها، الاذاعه المدرسيه وغيرها من يعني جماعات نشاط. مهم جدا ان انا اسعى، مهم جدا ان انا اسعى لغرس هذه القيمه. هذه القيمه، قيمه احترام الكبير، كفيله ان تبني مجتمعات وتهدم مجتمعات. المجتمعات تبنى على الاحترام وعلى الاحترام سواء احترام الكبير، احترام الوقت، الاحترام في حد ذاته كقيمه، احترام الدين، احترام الاختلاف في الاراء وفي الالوان وفي اللغات، واحترام الاراء واحترام الافكار. الاحترام في حد ذاته قيمه من القيم التي جاء بها الاسلام وغرسها فينا، ثم قيمة من القيم التي هي قيم البناء في المجتمعات الحديثة. نعم، خليني أخذ من حضرتك إيه الصفات طيب اللي المفروض بيتصف بيها هذا الكبير، يعني اللي ممكن المفروض يتحلى بيها هذا الكبير، علشان للأسف زي ما حضرتك تفضلت إن أحيانا بيقدموا الكبير بشكل مختلف تماما، أو بقى منهم اللي بيتربح ومنهم اللي كذا. فخلينا نحط قدام مننا كده صفات عشان نبقى عارفين هو ده المفروض يكون الكبير. يعني بداية خلينا نقول من أول المواصفات والشروط: أن يكون صاحب دين، وأن يكون صاحب خلق، وأن يكون كلامه موافقا لفعله، بل فعله سابقا لكلامه في الخير. يعني يبقى هذا أولا، يعني فكرة أن يكون رجلا صالحا تقيا يعرف بالسيرة الحسنة. ولو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان شابا عاقلا متزنا يعرف بالأخلاق، يعرف بأنه الصادق، يعرف بأنه الأمين، سيرته حسنة، قوله في الخير يسبق فعله في الخير، فعله في الخير يسبق قوله في الخير، صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. يبقى هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية: أن يكون صاحب عقل. يعني ليست، يعني دي مش النهاية،
مش لازم يكون صاحب صلاح، لا، دي رقم واحد. رقم اثنين، قد يكون صاحب صلاح وليس صاحب عقل متزن. لا، احنا عايزينه صاحب صلاح في الأخلاق وفي الدين، وأن يكون صاحب عقل متزن يستطيع أن يزن الأمور ويستطيع أن يحلل الأمور. ده ثانيا. ثالثا، أن يمتلك خبرة في حياته. ما ممكن يبقى صاحب عقل وصاحب دين وصاحب تحليلات لكن لا يمتلك خبرة. الخبرة تجعله يأخذ القرارات بناء على ما رآه سابقا في حياته. ففي الحقيقة الخبرة الحياتية مهمة جدا، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مش عارف حصل إيه في الزرع فقال لهم عملوا إيه ففسد النخل أو الزراع يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ففكرة الخبرة في حد ذاتها في غاية الأهمية. سيدنا زيد بن ثابت وهو الجامع للقرآن الكريم، لما جمع القرآن مرة ثانية في عهد سيدنا عثمان. سيدنا عثمان هو جمع، وكان رئيس اللجنة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق. فلما جمعوا القرآن في عهد سيدنا عثمان، سيدنا اختاروه برضه. ليه؟ لأنه صاحب خبرة سابقة في هذا المجال. ففي الحقيقة يبقى هذا الرجل الكبير لابد أن يكون صاحب أخلاق، صاحب دين، صاحب صلاة، صاحب حرص على المسجد، صاحب صدقات، صاحب، وأن يكون صاحب عقل متزن يستطيع أن يزن الأمور، وأن يكون صاحب خبرة ويستعين بالله سبحانه وتعالى. نعم. وسيرته الحسنة. آخر سؤال يا دكتور، حتى لو أطيل حضرتك أكثر من ذلك. الإعلام والفن بيقدموا للأسف صورة مغلوطة تماما وخاطئة عن الكبير. فتلاقي الكبير دلوقتي بيقدموه البلطجي اللي كل حاجة بدراعه وكل حاجة مش عارف بإيه، بالضرب بالسلاح بالمش عارف، زي ما بنشوف في الأفلام للأسف. والإعلام حتى تقديم الكبير إما كبير ماديا أو الكبير اللي له سلطة أو الكبير أيا كان يعني. خلينا نتكلم عن دور الإعلام والفن في إعادة رسم هذا الدور وتوضيح أهميته للناس كلها عموما، تقديم نموذج يعني الصحيح للناس. مما يؤسف له أنه يعني الإعلام عليه وزرا كبيرا الآن في هذه القضية. لو نظرنا إلى أولا الكتاب وهم يكتبون دائما العناصر الشاذة، يعني البلطجي، الشاذة فكريا، الشاذة أخلاقيا، الشاذة لا يهتم بأن يأتي مثلا بقصة نجاح مثلا زي عمر المختار مثلا كراجل رمز للنضال مثلا، سيدنا مش عارف مين الأستاذ فلان الدكتور. لا يهتم بصناعة الرموز الحسنة. ربما غرضه بقى الربح، ربما أيا كان الهدف، لكن في النهاية هو يصنع لنا رموزا كبيرة عظيمة ضخمة في النهاية كلها لا تصلح أن تكون رموز زائفة للأسف، لا تصلح أن تكون رمزا بناء يقتدى به. ده بيجعل ببساطة شديدة جدا بيصنع ويصيغ عقول الصغار والكبار قبل الصغار للأسف، إن هو ده الرمز، هو ده اللي ما أنا هجيب حق إزاي في المجتمع، والبلطجي بقى يبقى لازم مش عارف إيه ويؤصل ويغرس في المجتمع هذه الأفكار ويعرض أفلام. ولو لاحظنا مثلا الدراما في رمضان على سبيل المثال مش عارف مين، واحنا عندنا دلوقتي نموذج هذا الممثل يعني اللي هو يعني لا تعرف له لا طعما ولا لونا ولا رائحة، ويعني ربح ما ربح ونال ما نال من الشهرة، وكلماته بقى أن الشباب بيرددها وطريقة لبسه الشباب بيقلده. وفي النهاية ماذا يقول هذا وما يصنع؟ للأسف صناع الدراما وصناع المسلسلات عليهم وزر كبير في صناعة هذه الرموز السيئة القبيحة التي لا تصلح أن تكون رموزا للأسف. كل الشكر والتقدير لحضرتك يا دكتور، نورتني وأسعدتنا طبعا بالمعلومات القيمة والكلام الرائع اللي حضرتك تفضلت بيه. الدكتور محمود القلعاوي، الاستشاري الأسري والتربوي، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ومدير مؤسسة بسمة للسعادة الزوجية. كل الشكر لحضرتك وجزاكم الله عنا خيرا. الكبير ليس مجرد عمر أو سن أو مكانة اجتماعية فقط، ده الكبير هو عقل راجح أو قلب رحيم، صوت يوازن ما بين العاطفة وما بين العقل. غيابه لا شك جعل الكثير من المشكلات تتعاظم في البيوت، وأصبحت البيوت بلا بوصلة حقيقية. لكن عودته ممكنة، مش من المستحيلات يعني، عودته الآن ممكنة، لكن إذا استعدنا فقط الثقة وثقافة الاحترام والإصغاء لبعضنا البعض، فلنجعل صوت الكبير يعود إلى بيوتنا مرة أخرى، ولا نجعل يعني التسلط بلا رحمة ولا استقرار يكون هو ديدننا أو العلاقة فيما بيننا.